مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله راكم مهنيين. انا صافي الحمد لله، ان شاء الله تكونوا جوزتوا العيد بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه صابلي الفرفاره، كنت مرفه نديرهم معاكم ديجا. اليوم قلت نزيد نعطيكم الوصفه بالتدقيق. هنا عندي 4 جون دوف وزوج حبات بيض كومبلي، عندي باطا لابيل 500 غرام، عندي لافاني، عندي سكر غلاس والمايزينا، ونطموهم بلا فارين. تبعوا الطريقه. هنا نشد هذيك لابواط تاع لابيل تكون دايبه غير شويه بحراره المطبخ بلا ما تذوبوها في الميكرووند. نزيد عليها هذوك لي 4 جون دوف مع 2 حبات بيض كومبلي، ونعمرها خطره بالمايزينا وخطره بالسكر غلاس. هذا هو العبر ديالي توجور اللي نديرو ويجو ما شاء الله. هنا نطم كلش مع السكر والبيض والزبده حتى يذوب كامل هذاك السكر مع لا مايزينا، باش نبدا نطم غير بلا فارين. لا فارين عينكم هي ميزانكم. لاباط صابلي توجور تجيكم طريه ماشي يابسه. هكذا نزيد لها كويير تاع لافاني، نلم كلش. انا بعد ما طميت كامل العجينه شوفوا كيفاش تجيكم طريه، خليها تروبوزي واحد 2 مينوت هكذاك، ونروح نوري لكم الطريقه كيفاش طيبوها. مول تاع الفرفاره هذا هو اللي نخدم به. نكور هكذا العجينه ونبدا نعبزهم كامل من الفوق. هنا نشد هذاك ليمون نحطه في لافارين ونبدا نعبز هكذا على العجينه حتى يخرج لي هذاك لو ديسان. نكون سخنت الفوق على 180 درجه ونحطهم يطيبوا. هنا بعد ما طابوا شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. خرجتهم من الفوق بردوا، درت لهم المعجون، ايطاليتهم كامل داخل بالمعجون، وندير لهم لو توغ كامل ديكوريهم بلا نواه كوكو. هكذا ندخلهم كامل هكا داخل المعجون وندير لهم لا نواه كوكو تو لو توغ. فريمون جاو ما شاء الله. شهيتكم في الجنه ان شاء الله، واللي عجبوها تكتب لي في الكومنتير كالعاده والعوايد. نقول لكم صحه قهوتكم. سلام.